يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حاجات بناكلها من بره بيبقى طعمها حلو جدا، مهما حاولنا نقلدها في البيت ما بتطلعش نفس بره. لكن في السمك بجد في البيت اطعم وانضف 100 مرة من بره. جربوا بالطريقة دي وهتنبسطوا منه جدا جدا. هنعمل مع بعض السمك المشوي بالردة في البيت. عندي هنا للتتبيلة معلقتين كبار من الثوم، معلقة كبيرة من هريسة الشطة، قرن فلفل أخضر، جزراية، كرفس أو كزبرة خضراء. عندي هنا ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وفلفل أسود. هاخد كل المكونات دي كلها وأفرمها كويس جدا جدا تكون ناعمة معايا. لو مش متاحة عندي هريسة شطة ممكن أحط قرن فلفل أحمر. احنا حطينا قرن فلفل أخضر، حطي قرن فلفل أحمر، بيدي طعم حلو قوي قوي للتتبيلة بتاعة الأسماك والبحريات. كده فرمت الجزر والفلفل والثوم والهريسة وكله مع بعضه بالشكل ده مع التوابل. هحط عصير 2 ليمونة. في الوقت ده انا مش هحط خل، هقول لكم هنحط الخل امتى بالظبط، لان التتبيلة دي هنقسمها على جزئين. جزء هنتبل بيه قبل الشوي، وجزء كمان هنتبل بيه السمك بعد ما نشويه. كده قلبت المكونات كلها مع بعض كويس بالشكل ده. هبتدي اجيب السمك بتاعي وهنضفه كويس جدا جدا من جوه، ومن بره هسيب القشر وهسيب كمان الزعانف. الحاجات دي بتحمي السمكية بتاعتي اثناء الشوي انها ما تتحرقش وتاخد مدة تسوية اطول، فبالتالي تبقى مستوية كويس. فاحنا نضفنا بطن السمكة كويس جدا جدا، لكن مش هنيجي ناحية القشر ولا الزعانف، هنسيبهم زي ما هما. هبتدي اجيب التتبيلة بتاعتي واتبل السمكية من جوه كويس جدا، من بطن السمكة والظهر عند السلسلة بتاعت الظهر كده، لانها اكتر منطقة بتبقى فيها لحم، فاحنا عايزين التتبيلة توصل لها جوه، ومن عند الراس كمان. وياخد جزء من التتبيلة وتبل السمكية من بره زي ما احنا شايفين كده، تبلها كويس جدا جدا بالشكل ده. طبعا القشور او القشر مش هيخلي التتبيلة توصل بشكل قوي للسمكية، لكن احنا تبلناها مبدئيا كده من بره حاجة بسيطة، لكن لسه هنرجع نحطها في التتبيلة اللي بعد الشوي، ودي اللي هتخلي بقى التتبيلة تبقى كويسة جدا واصلة للسمكية كلها، حتى لو السمكية وزنها كان زي دي اكتر من نص كيلو. طبعا لو اصغر برضو هتبقى حلوة جدا وهتتبل بنفس الطريقة. وينفع لو هعمل الطريقة دي بسمك بوري او اي نوع سمك ينفع يتشوي. كده خلاص السمك بتاعي اتبل كويس، سبته حوالي نص ساعة في التتبيلة دي، وبعد كده جبت ردة او نخالة، وهبتدي اجيب السمكية وهغطيها كويس جدا بالردة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ضروري اغطيها كويس جدا علشان احمي السمكية بتاعتي وما تتحرقش مني. هغطيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كويس جدا. يبقى احنا حطينا في التتبيلة جزراية، كرفس او كزبرة خضراء، وقرن فلفل اخضر، معلقتين كبار من الثوم، معلقة كبيرة من هريسة الشطة، والتوابل ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسود. وحطيت بعد كده عصير 2 ليمونة. قلبتهم كويس او فرمتهم كويس اوي مع بعض، وتبلت السمكية بتاعتي كويس جدا جدا وسبتها في التتبيلة نص ساعة. وبعد كده ابتديت اغطيها بالردة او بالنخالة. هجيب الصينية اللي هسوي فيها وهحط فيها السمك بتاعي، اي نوع صينية ما تقلقيش مش هيلزق ولا اي حاجة خالص، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده خلاص انا حطيت السمك بتاعي في الصينية. هبتدي اخد السمك واحطه في الرف اللي تحت الشواية على طول. ما تقلقيش، هو هيبقى قريب جدا للشواية، لكن ما تخافيش، هي دي الطريقة اللي هتسوي السمك بتاعك ومش هيتحرق ولا اي حاجة خالص، هيكون مستوي وجميل جدا جدا. الفرن ما سخنتوش ولا اي حاجة، انا مجرد شغلت الشواية على اعلى حاجة وحطيت السمك الرف اللي تحت الشواية على طول لحد لما يستوي وياخد لون كأنه محروق كده. وبعد كده ابتدي اخرجه واقلبه الناحية التانية وادخله برضو تحت الشواية. بصوا كده خلاص استوى الجنب بالشكل ده. هقلبه الناحية التانية. ده مش يعني السمك مش محروق ولا اي حاجة، انت شفتوا في المقدمة ان احنا بنقشره بمنتهى السهولة، واللحم ابيض وجميل ومفيش اي حاجة لازقة خالص. كل اللي بيتحرق الطبقة اللي بره بتاعة الردة او القشر.
دخلته تحت الشواية. بعد ما قلبته هنجيب بقى باقي التتبيلة وهحطها في صينية او في اي حاجة هكمل بيها التتبيلة بتاعتي. وهحط كوباية من المية وربع كوباية من الخل بالشكل ده. يبقى انا حطيت باقي التتبيلة وحوالي كوباية مية وربع كوباية خل على بعض بالشكل ده. وبعد كده هبتدي بقى احط جزر مبشور، هحط كمان بصلاية متقطعة صغيرة كده، متقطعة مكعبات، وبقدونس وكزبرة متقطعين قطع صغيرة. وهقلب الحاجات دي مع بعضها كويس، وهحط كمان طماطمية صغيرة متقطعة مكعبات. وبعد كده بقى هبتدي اتبلها، هحط فيها توم، هحط فيها ليمون، هحط فيها قرن فلفل اخضر حامي، هزود التوابل بتاعتي اللي هي الملح والكمون والكزبرة والفلفل الاسود. كل التوابل دي هرجع بقى اظبطها تاني بحيث الدقة دي اللي هسقي بيها السمك بعد ما يخرج من الشوي تبقى مظبوطة جدا. هرجع معاكم تاني. يبقى انا حطيت باقي التتبيلة مع كوباية مية وربع كوباية خل على بعض. وبعد كده حطيت طماطم متقطعة مكعبات وبصل متقطع مكعبات وخضرة بقدونس وكزبرة. وكمان في حاجة حطيناها تمام، ايه تاني، جزر مبشور. وحط قرن فلفل اخضر، وحطيت نص معلقة من الثوم، وحطيت عصير ليمون. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي الكمون والكزبرة والفلفل الاسود، واظبط الملح بتاعي. عايزة الدقة دي يبقى طعمها في منتهى الجمال، لانها هي اللي هيشرب منها السمك، وهي اللي هيديني الطعم الحلو قوي اللي هناكله بعد كده وهندوقه في السمكية بعد كده. انا دقتها لقيتها محتاجة لسه شوية من الملح، لكن التوابل كلها مظبوطة وكله بقى تمام جاهز معايا. هروح اجيب السمك لما ياخد اللون اللي هو كأنه محروق في الجنب التاني، والسمك سخن. والدقة دي انا حطيت المية بدرجة حرارة المطبخ، مش سخنة ولا اي حاجة خالص. هجيب السمك بقى وهو سخن كده واحطه في الدقة او التتبيلة التانية دي، بيبقى طعمها خطير جدا جدا جدا. الجزر والبصل والطماطم والفلفل والثوم والتوابل بتبقى مديالها طعم خطير بجد. وببتدي بقى لما احطها في التتبيلة اشربها بقى من فوق، وكمان اقلبها الناحية التانية، يعني خلي السمكية بتاعتي تتشرب كويس قوي. طبعا زي ما قلت لكم السمك سخن جدا خارج حالا من الفرن من تحت الشواية، مستوي من الجنبين، والتتبيلة بدرجة حرارة المطبخ عادي. شربت السمكة بتاعتي كويس جدا. هبتدي بقى اصفيها كده بالراحة واخرجها. يا سلام بقى على الطعم والريحة، رهيبة رهيبة يا جماعة بجد، ضروري تجربوها. هعمل التانية بنفس الطريقة كده واخرجها، باخدها سخنة واشربها كويس جدا من التتبيلة بتاعتي كده تمام. هصفيها من التتبيلة الزيادة او من الدقة الزيادة. وبصوا بقى بنبتدي نقشرها عشان اوريكم قد ايه اللحم مش محروق ولا اي حاجة خالص. بصوا بتتقشر بمنتهى السهولة، يعني خطيرة بجد بجد. واهم حاجة طالما السمكة مستوية بتبقى من عند الظهر مستوية، فده هنشوفه مع بعض دلوقتي علشان يعني تعملوا الطريقة وانتوا مطمنين. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.